ايه ده؟ ده اللي على الايد ده؟ ده خازوق كان بيقعد عليه اللي رباك قبل ما يربيك ويخلفك. اول مشهوره مصريه احييها والله احييها. هو فعلا الراجل اللي يسيب مراته تعمل كده فوق السطح يستاهل ضرب بالشبشب زي ما انت هتعمل. اديله. انتوا عارفين ان احنا المفروض ندي للرجاله فلوس؟ والله زي ما بقول لكم كده. انت عارفه ان انت لما بتدي لجوزك حقوقه الشرعيه على اكمل وجه، على اكمل وجه، مش اخرك 3 دقايق وخلاص، بتلاقي كل الاسترس والضغط اللي عليكي من شغل البيت وتربيه الاطفال شبه مش موجود. مش بس كده، انت بتلاقي هرمونات الانوثه عندك زايده وقايمه معاكي بالواجب ووشك منور شبه الطبق المنور. ده فيديو بعنوان اصالحك ازاي. قال لها رقصيلي. اكيد مش تعملي كده صح؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ انت رقصتنا كلنا. لا هو مش فيديو غريب، هو فيديو قليل الادب، مش محترم، ما ترباش، مش راجل، كل العبر. ده ربع راجل ربع راجل. بص لما بتيجي تحط ربع معلقه سكر بتحط شويه كده صغيرين في المعلقه. ده ربع بقى ربع رجوله فتحط فيه من حته كده انتوا عارفينها. وللاسف الشديد ده يدي النتيجه اللي هو موطي على رجل المدام الكبيره الطويله الهايفه اللي ما تربتش يبصر. احنا ما هنستنى ايه من السوشيال ميديا غير كده؟ اما الاعلام مقرف والتيك توك مقرف وده مقرف وده، هتستنى ايه؟ لازم الحاجات دي تظهر قدام. باذن الله لما نحبسك انت والكتكوته اللي مفشخه نفسها دي ان شاء الله يعني تبقى تبوس على فخادها في السجن. طب مش مضايقاك؟ لما الحته الاخيره دي عشان هتاخد جايزه اوسكار في التف. انت عارفه يا استاذه، جلعه النضاره دي ما حدش عارف يجلعها خالص. لازم أن يكون ملك من ملوك الجمال زي هو اللي يعرف يجلعها. يا اخي عليا النعمه، انت لو طرطرت علينا دلوقتي احنا هنكون مبسوطين عشان احنا اللي بنعمله في نفسنا. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا طب طلع لي البطه دي كده. بصفه ان انا ملك جمال الشرقيه وان شاء الله وصلت للعالميه. كده هيبقى وشك للحيطه وقفاك ليا. متعدد المواهب يا استاذه. ايوه. انت حضرتك ممكن تقولوا لي يا عصمت انت حاطط ورده بلاستيك كده ليه؟ المذيعة عندك عيال صبيان وزوج زينا واب وعندك ذكور في حياتك، في حاجات كده ممكن تفرقع من اللي انت بتعمليه ده. لا بحط عليه فازلين ولا فيتامين ولا بروتين. ولا فازلين ولا بروتين، والمذيعة والمخرج شخين. الثانيه ده بتاع الجمل. زمان ده فلايه دي. دي الفلايه اللي كنا بنفلي بقى. اكيد كلنا وعينا. اكيد الجمل دي منتشر فينا كلنا. طب بتحط جاز على دماغك؟ كنت زمان. انا عاوز اقفل اللقاء، بس حاسس اللقاء ممكن يكون مهم وانا الحمار ما بفهمش. يعني لو فهموني واحنا وصلنا كده امتى وليه بنعمل وحضرتك يعني هغلط ومالوش لازمه. سلام عليكم. انت جاموستي وحياتي وبشرب من لبنك يوماتي. عندك كم عربيه يا صوص؟ تبان اهلك انت راسمه على الواد ولا ايه؟ هو اللي بيجيبه لنفسه يا جماعه. ما عنديش. ما عندكش؟ عندك واحدة. العجله اللي جابتها لك والدتك من ايام واحدة بس. مدام ياسمين بالقناه اللي حضرتك شغاله فيها عندك كام نقطه دم؟ عربية واحدة. عربيه واحده بس؟ ايه؟ ده اقل بيت دلوقتي 3 عربيات. ما انا ماشي بعربيه واحده لما ازهق منها. طب والبيت؟ اعرف حضراتكم دلوقتي ان مدام ياسمين جايبه عصام صاصه بعد السجن. اما بيتسجن بيطلع التلفزيون، اما بيتسجن بيستضافوه، اما بيتسجن
اما اللي بره، الناس اللي بره اللي ماشيه مظبوط ودكاتره ومهندسين والكلام ما لهمش لازمه، ما يطلعش على التلفزيون. لازم ننفع الشركات. ذكي في اجاباته، يخاف من العين، تخاف من اي بني ادم هيقابلني على الطريق الدائري هشوط عشان اطلع مع ياسمين عز. لازم عشان تطلع مع ياسمين تشوط بني ادم، تقتل بني ادم، تموت بني ادم، تتحبس، تتسجن. اهم حاجه تكون ترند عشان خاطر تطلع، حتى لو تافه، حتى لو زباله، حتى لو مالكش لازمه. احا الناس اللي هيجيبوا لنا ضغط يخرب بيوتكم دود. ايه يا وليه يخرب بيتك وبيت اللي يعرفك يا شيخ؟ ايه يا بنت دي يا بنت يخرب ايه في ايه؟ اسرام يخرب بيوتكم، وتقولوا لي بتشخري رجعنا للتشخير تاني بسبب الله. اسرام ايه؟ مش كانت اخصام؟ انت كل يوم تخترعوا بتاع ده مصطلح جديد، كل ما احفظ مصطلح تخترعه كده. عصبتوا الحاجه. الاعتراض لازم على الناس الدود دي. ده في ايه بالظبط؟ انا حاسس ان في شده من الشدات بتاعتك دي هتروحي فيها، فاهدي على نفسك كده. لا ده الناس دي ده احنا ده متربصين على لايفات حاطين جرس. انا بقالي حبه في الفيديو ومش عارف حاجه. انا مش فاهم حضرتك في ايه المشكله؟ يعني ايه الموضوع وليه لازمه الزماره دي كلها؟ انا هتعب دماغي ليه؟ ولا كده فهمت. ما لكن يا خليني بعمل اكلي واعمل شرب وعرض خرجت من كتر الشخير لسانك علق. فحضرتك يا ريت تهدي وبعد كده تبقى تعملي فيديو. اما الزماره على الفاضي والمليان كده بتبوظ الدنيا عندك. يلا اوريكم انا عملت ايه. احلى اخوات، سيبكم من الاسرام والدود. يا وليه يعني الشخر ده كله عشان خاطر تجيبي الناس على اللايف عندك؟ هو انت البيت دعاره جوه؟ اما انت بتعملي كده في الفيديو اللي بيدخن، اما انت بتعملي ايه جوه؟ اللي واكلين في نفسهم. اصل لو كنتش انا يعني بدون الاستفاده انا خدتها من الفيديو، كتر الشخر بيعلق اللسان زي ما بقول قدامكم. يلا بقى عشان الفيديو لو زودت انا ما برضوش اقول كلام. والله كتر خيرك يعني بصراحه. انت ما قلتش حاجه خالص، ولا شخرتي ولا قلت ادبك ولا في اي حاجه. انت كده وافضل اقول كلام عشان الفيديو ما يتحذرش. كل حاجه يحذروها. التيك توك بيحظر الحاجات دي. يا نهار ايه التيك توك الضلالي ده؟ ازاي؟ اقسم بالله انت المفروض تتحظر دوليا. حاظرين صفحاتي كلها، وحاظرين اللايف من الهدايا، وحاظرين كل حاجه، ولاقيين في صمده برضو. انا دي فهمتها، اللي هو انت محظوره حضرتك. انت المفروض تتحبسي عشان طول ما انت موجوده على التيك توك بالمنظر ده، بالالفاظ دي، بالقرف ده، انت هتبوظي عيالنا. انت خلاص ضاعت الدنيا، ضاعت منك. انت ايه النوع اللي انت بتضربيه ولا ايه الدنيا؟ ايه في ايه؟ دي دماغك مالها كده ولا انت في ايه؟ اهلك فين وجيرانك الناس اللي حواليك فين؟ عملت اكل ايه؟ عملت بقى صينيه ايه؟ يا عيني صينيه كوسه بقى. ده كله والزمامير دي عشان صينيه ايه؟ طب ما ابو زياد ما زعل. انا يا اخواتي بعد الشغل ما زعلناش في حاجه. فكيها عشان ربنا يفكها عليك. اكتر من كده؟ هي بتفك اكتر من كده؟ قاعده مفخده، هتعمل ايه تاني؟ تصدق وتؤمن بمين؟ لا اله الا الله. انا قبل ما اشوفك كانت ضحكتي دي من هنا لهنا. مشهد مؤثر بأثر في قلوبنا وفي حاجاتنا كلنا بصراحه. حضرتك ما تربطيش بجد. في حاجتين الراجل بيحبهم في العلاقة ولازم تعملهم له جدا جدا من غير ما تسأليه حتى هو محتاجهم ولا لا. حضرتك دايما صوتك واطي. ايه المحن ده؟ ايه المحن ده؟ ما احنا بنتأثر. أول حاجة إياكي تربطي لبسك وريحتك ونظافتك واهتمامك بنفسك وبشكلك في وقت العلاقة بس. العلاقة اللي هو زي ما أنا فاهم، ولا في علاقة تانية في الموضوع؟ ما أنا مش انت ايه حشرك في علاقات الناس يعني؟ يا بنفسك. تاني حاجة إنك تبادري إنك تطلبي العلاقة، لأن ده بيوصل له قد انت بتحبيه وملهوفة عليه. ملهوفة عليه؟ والله الرجالة لو شافتك هتفلقك بالمحن بتاعك ده. انت مالك انت ومال العلاقة وتوصل؟ انت مديرة العلاقات الزوجية على النت، ما تلمي حالك ولم دورك. عشان اقول لكم احنا رايحين في حته مش راجعين منها تاني تبقى تصدقوني. بصوا ده فرح شعبي عادي، مفيش اي مشكله في الشارع. واحد ناقص صور ست وهي بترقص.
حاج اللي انت عينك في ما ترشقش قوي كده، يعني استرجل شويه. واحده بترقص مع اول مره تشوف حد بيرقص. كملي يا بنت، كملي معلش. يا حاج هتفضحنا يا حاج، مش وقته، مش وقت. مع جوزها هتلاقي واقف معايا، ما تربطش فعلا، بس مش كده. اهدى يا حاج. رمز الرجوله اكيد جوزها ده اللي هو بيرقص قدامها ده، اكيد. شفت الشنب في وشه عامل ازاي؟ قوم يا حماده قوم، ذهب الليل وطفح الكيل يا حماده. ناس عاديين وناس شعبيين عادي، مفيش اي مشكله. خلاص البنت سمحت لنفسها ان هي ترقص في وسط الرجاله في الشارع، واحد بيتفرج وعامل كده والتاني بيسقف لها وعمال والتالت نازل قدامها. في ايه؟ مفيش شخط يقول لها كده عيب كده غلط، مفيش حد يقول لها كده تلمي، محدش يقول لها في واحد لا مؤاخذه بيصور وبنزل على السوشيال ميديا. ايه انتوا وصلتوا لحد كده امتى؟ يعني احنا بحلها من بنات ايجيبت، ولا نلاقيها من الناس الشعبيين، ولا نلاقيها من مين بالظبط؟ احا الناس اللي هيجيبوا لنا ضغط يخرب بيوتكم دود. ايه يا وليه يخرب بيتك وبيت اللي يعرفك يا شيخ. ايه يا بنت دي يا بنت يخرب ايه؟ في ايه؟ اسرام يخرب بيوتكم، وتقولوا لي بتشخري. رجعنا للتشخير تاني بسبب ام الله. اسرام ايه؟ مش كانت اخصام؟ انت كل يوم تخترعوا بتاع ده مصطلح جديد، كل ما احفظ مصطلح تخترعه كده. عصبتوا الحاجه. الاعتراض لازم على الناس الدود دي. ده في ايه بالظبط؟ انا حاسس ان في شده من الشدات بتاعتك دي هتروحي فيها، فاهدي على نفسك كده. لا ده الناس دي ده احنا ده متربصين على ام لايفات حاطين جرس. انا بقالي حبه في الفيديو ومش عارف حاجه. انا مش فاهم حضرتك في ايه المشكله؟ يعني ايه الموضوع؟ وليه لازم الزماره دي كلها؟ انا هتعب دماغي ليه؟ ولا كده فهمت. ما لكن يا خليني بعمل اكلي واعمل شربي وعرض خرجت من كتر الشخير لسانك علق. فحضرتك يا ريت تهدي وبعد كده تبقى تعملي فيديو. اما الزماره على الفاضي والمليان كده بتبوظ الدنيا عندك. يلا اوريكم انا عملت ايه. احلى اخوات، سيبكم من الاسرام والدود. يا وليه يعني الشخر ده كله عشان خاطر تجيبي الناس على اللايف عندك؟ هو انت البيت دعاره جوه؟ اما انت بتعملي كده في الفيديو اللي بيدخن، اما انت بتعملي ايه جوه؟ اللي واكلين في نفسهم. اصل لو كنتش انا يعني بدب الاستفاده انا خدتها من فيديو. كتر الشخر بيعلق اللسان زي ما قدامكم. يلا بقى عشان الفيديو لو زودت انا ما برضوش اقول كلام. والله كتر خيرك. يعني بصراحه انت ما قلتش حاجه خالص، ولا شخرتي ولا قلت ادبك ولا في اي حاجه. انت كده وافضل اقول كلام عشان الفيديو ما يتحذرش. كل حاجه يحذروها. التيك توك بيحظر الحاجات دي. يا نهار ايه التيك توك الضلالي ده؟ ازاي؟ اقسم بالله انت المفروض تتحظر دوليا. حاظرين صفحاتي كلها، وحاظرين اللايف من الهدايا، وحاظرين كل حاجه، ولاقيين في صمده برضو. انا دي فهمتها، اللي هو انت محظوره. حضرتك انت المفروض تتحبسي عشان طول ما انت موجوده على التيك توك بالمنظر ده بالالفاظ دي بالقرف ده انت هتبوظي عيالنا. انت خلاص ضاعت الدنيا، ضاعت منك. انت ايه النوع اللي انت بتضربيه ولا ايه الدنيا؟ ايه في ايه؟ دي دماغك مالها كده ولا انت في ايه؟ اهلك فين وجيرانك الناس اللي حواليك فين؟ عملت اكل ايه؟ عملت بقى صينيه ايه؟ يا عيني صينيه كوسه بقى. ده كله والزمامير دي عشان صينيه ايه؟ طب ما ابو زياد ما زعل. انا يا اخواتي بعد الشغل ما زعلناش في حاجه. يا جماعه الناس اللي مراتاتهم ما بترقص في البيت، التيك توك عمل كل حاجه دلوقتي. عاوز رقص بتلاقي، عاوز قلع بتلاقي، عاوز قله ادب بتلاقي، عاوز فجر بتلاقي. من بعيد بتشاور ليه؟ قلت له خدها مزرعه. يمك لما قطعت لك سرتك لفت على وسطك. والبنت دي لسناني عليها احلى شاسيه. هو موضوع الشاسيه بتاع حضرتك ده نسال ابوكي فيه. يعني نشوف ابوكي ونقول له شاسيه بنتك عامل ايه. ابوكي ادرى. بيطلب بوسه وحضن، بيقول لي عادي، ما احنا كاتبين الكتاب. ما هو عادي يا بت، ما تسيبيه يبوس ويحضن. يا طاهر قولي يا طاهر اللي عاوزه كل البنات تبقى فجره زي حالاتك. عادي بعد الدخله،
لكن دلوقتي افهم دماغه، اسلوبه، الشقاوه والدلع ده بعدين هنزهق منه. بسيطه. خبره يعني حاجات. جوز حضرتك نظامه ايه في القصه؟ يعني ايه دوره؟ النهارده الخميس، مش هقول لك بقى دلعيه معقولة؟ وستتيه، هقول لك عرفيه مين البطل اللي معاه. اقول لك تعرفيه مين البطل اللي هو حضرتك صوتك واطي ليه وهاديه ليه كده؟ ايه المحن ده؟ حتى لو طول الاسبوع مشغوله في تربيه الاطفال وتنظيف البيت، خلي يوم الخميس ده للدلع والفرفشه والترويق عليه. الست الوالده كانت بتروق على ابوكي، عشان كده ما ربطكيش. عايزاه يصبح تاني يوم الصبح يحلم بالبطل اللي كان موجود معاه. بسيطه. هي فعلا بسيطه، بس لو جوزك بيشوف فيديوهاتك دي وبعدها عادي، فهي فعلا بسيطه. تيجي تتكلم عن المتسولين والنصابين والشحاتين والناس دي، يقول لك حرام عليك، ناس غلابه عشان الناس تعرفهم. هم منقبين اهم برضه، هم نفس الناس، اقسم بالله هم ولكن هي شله كبيره بتلف بتسرح في الدنيا. هو بص نموذج معين من نقاب وعيل صغير ويمشي في اي بلد. عشان الناس تعرفهم. الراجل اللي بصور عاوز بس يوري وشهم للناس عشان الناس تعرفهم، ولكن الراجل التاني حاضنهم، فخايف يسيب الحضن يحصل حاجه. للاسف الشديد بتلاقي نفسك، شفت الراجل اللي حاضنهم دول، في رجاله هنا بتاخدهم في مش عارف فين. بقوا واخدينهم مودينهم على مركز الشرطه عشان يسلموهم، مش عشان هناك بيت جدهم، لا ده هم عملوا مصيبه. يا اما خطفوا حلقه من ودن عيله، يا اما خدوا عيل صغير، يا اما عملوا مش عارف ايه. كذلك الامر عندنا وعند غيرنا وعند كل البلاد. كل الناس لازم تنتبه، كل الناس ما تفوقش. في القريه جنبنا اليومين اللي فاتوا طفل مفقود مش لاقيين لحد النهارده. للاسف الشديد احنا مش هنفوق غير على مصيبه. الناس اللي بتدعمهم او الناس اللي بتقول حرام والكلام ده كله وراهم اغراض تانية، اما بيشتروا منهم حاجات كده وكده، اما بياخدوهم كده وكده، اما في حاجه كده وكده انا مش عاوز اقولها في الفيديو. حاسس بملل صح؟ ملل وخنقه ودي او حاجه. تعالى انا هنفرفش سوا. ايه رايكم الاول في الاوتفيت؟ طبعا كده جامد يعني. ده من طب وانا مسموح لي اقول رايي عادي ولا ده من تركيا مش من مصر يا ماما. من تركيا مش من مصر. كنت مفكره يا نهار ابيض على. اطلع وريهم البنطلون، اطلع. ده اللي انا فاهمه. النهارده يا جماعه في فالنتاين، هو جاب بيست فريند، هو جاب التيشيرت ده لمونلي، مش عارفه التيشيرت ده شحته ولا ايه. واحد تاني. انا بقالي ساعه بدور على كتاب اسجل فيه الفوائد المستفاده من الفيديو، مش لاقي كتاب يجمل الحاجات اللي احنا خدناها، غير ان اللي في حاجات بتفرقع وحاجات بتبوظ وحاجات. يعني انا ما اعرفش انتوا ايه اللي طرحكوا علينا، ولا ايه اللي نزلكوا، ايه اللي جابكوا عندنا، ولا ايه احنا فين وانتوا فين واحنا. طب على فكره انت لو ساقط ثانويه عامه في اسئله مهمه ومنهج جديد، منهج الحياه المقرفه. تعال. لو كنت ولد كنت تعملي ايه يا مونيكا؟ كل البنات انجازيه كده على طول. الله يخرب بيتك على بيت اللي هي بنت الفجر ده. ايه يا بنت اللي انت فيه دي؟ يخرب بيت. وايه يلا مطرح ايه يلا الاسئله دي يلا ليه؟ احنا هنستفاد ايه من قله الادب دي؟ يا لهوي ده انا كنت هعمل بلاوي. هو حضرتك بقول لك لو بقيتي مش تبقي دلوقتي ولا مش هسيب بنت في حالها. يعني سبحان الله يا بنت وفجره كده. امال لو ولد هتعملي ايه؟ اتجوز ستات كتير. اهدي بس يا حاجه، اهدي كده لحظه. في ايه وانت داخله سخنه ليه؟ تتجوزي؟ احنا عارفين نتجوز. وعدت مع ستات اكتر. يعني لو ابوكي جايبك في عطه من العطات مش هتقولي كده.
وخونهم مع ستات تانية. حضرتك متجوز واحدة ومرتبط عليها بواحدة وبتخونها مع واحدة تالتة، وفي الآخر أصلا أنت ما بتحبش التالتة وبتحب أمك. طب انا دلوقتي لو طلعت ميتين، لا انا حابه بس عندي معترضين شويه. مين اللي ما بيفهمش اللي اعترض اصلا؟ يعني ايه يا بت انت لابساها؟ ايه يا بت انت اللي الادب انت فيها دي؟ ده منظر بتاع تطلع بيه في ايه ده؟ مفيش احلى من البلدي، البط البلدي هو اللي بيكسب. قلنا بلاش الزفت، الفياجرا بتجيب عيال فجرة. ايوه السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده؟ على فكرة انت انسان سلبي على فكرة، ما عندكش اي هدف في حياتك. تعالى يا ابني شوف في قرابة بتحصل. بيزين جسمك تاتو معين، اخترت ليه التاتو في المكان ده؟ ايه ده؟ انا شفت الخلقة دي فين قبل كده؟ كله بيسأل التاتو ده ازاي اترسم؟ يا حرام، شوف من امتى الفيديوهات دي ولسه الواد بيسأل لحد النهارده. شوف الواد قاعد بقاله كام سنة قاعد مستني كده يسأل السؤال اللي هو يا اللي ما تربيتش. ايه الاسئله دي؟ الله 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 الله. وايه المنظر اللي حضرتك فيه ده؟ الله الله الله. وحضرتك مطلعه في خدك فوق؟ والله هو بصراحه يعني كان عندي فيه مشكله فعملت فوقيها تاتو بس مش اكتر يعني. كان عندها مشكله تقريبا كان في حاجه مزرعه، حاجه انتوا ادرى طبعا. يعني كان في حاجه كده كانت هتزرع وتطلع، فهي عملت تاتو عشان تداري الحاجه. وللاسف الشديد التاتو جه في مكان الواد بقاله كام سنه قاعد بيسال نفس السؤال، ليه التاتو في المكان ده؟ ما ترباش. ولا عشان تركز مع جمالك وشياكتك واناقتك؟ اناقه يا اولاد مش محتاجه، مش التاتو اللي هتخلي الناس تركز يعني، صح؟ وها هنا احنا كده خلصنا لقاء فظيع، لقاء فادنا كتير واستفدنا كتير. احنا تقريبا على اخر كام سنه احنا بنعملش حاجه على السوشيال ميديا غير ان احنا بنلف ادبنا وبنجيب الناس اللي ما تربتش والناس اللي عاوزه التف والنف وكل الالفاظ اللي في الدنيا. بنجيب نماذج يعني استغفر الله العظيم يا رب، ما اعرفش ايه الفايده ان احنا نجيبها، وايه الفايده ان احنا نستضيفها، وايه الفايده من القرف والزفت والغم على دماغكم ودماغ ريحتكم اللي انتوا بتجيبوه ده. فاضي؟ لا لو مش فاضي تعالى انا هوريك ولادك هيبوظوا من ايه. انا عارفه هي الدنيا بقت جميله من اول ما جيت اهو. طيب مش عايزه مني حاجه تاني؟ حبيبي ربنا يخليك، ربنا يخليك. مع السلامه، خد الباب وراك بقى. جايين نحلل فيلم معروض على مواقع التواصل عادي عشان بس محدش يتقمص والصورم يطلع والليله دي. احنا بنحلل فيلم معروض على مواقع، فيلم قليل الادب معروض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنشوف قد ايه احنا حضراتكم الحاجات دي بس اللي بتجيب مشاهدات، والحاجات دي اللي بقت في السوق، والحاجات دي بس اللي بتجيب فلوس. ده اسمه تحريض على فسق وفجور. لو اتحبستوا هترجعوا تعيطوا وتولولوا. تعالوا نكمل. كل دول بعد ال10 كمان؟ انت شكل فلوسك ملهاش عدد. لا ده كل يوم لازم يجي. طبعا النية عندها مش كل يوم لازم يجي يصلح البوتاجاز، لازم يجي لها. قلة ادب بقول لك. انت اللي عملتيه ده، انا مش بنتك لله اللي بتعملي كده. اللي بعمل كده شفت الدنيا بقت عامله ازاي يا دي نيتيه وعامله ازاي ايه؟ انت دخلت الراجل على بنتك؟ يعني انت بتمثلي ان انتوا بتسهلوا الموضوع ده كده؟ انتوا بتروجوا الموضوع ده ان اي ست تدخل راجل عشان خاطر فلوس؟ اخص. انت مكبره الموضوع كده ليه؟ لا هو الموضوع صغير بصراحه. اقول لك ليه عملت كده؟ عشان الكليه اللي انت فيه، عشان اللبس اللي انت عايزه تلبسيه، عشان الموبايل العالي اللي عايزه تمسكيه. مش غدارة يا اخواتي بعد الشغل. متأثر. عايزه حاجه دي تعملي فيها كده اصلا بس عشان فلوس. هو حصل ايه؟ يا بنت مشيها خلاها تقضي المصلحه، انت عبيطه ولا ايه؟ يا بنت خلاها تركز زازه وتلعلع كده، بتعيطي على ايه يا عبيط؟ تخشي كده تغسلي وشك تمسكي الفلوس هتنسي اللي انت بتقوليه ده كله. للاسف الشديد دي بتروج لفعل يكاد يكون موجود بنسبه كبيره في الشارع، ويكاد يكون الست دي مقتبسه القصه من قصص حقيقيه حصلت قدامها والكلام ده كله. ولكن نشر الافعال دي على مواقع التواصل الاجتماعي مصيبه، ودي جريمه، وده تحريض على افعال منافيه للاداب، والناس دي لازم تتعاقب، والعقاب ان شاء رب العالمين احنا اللي هنقدمهم ليه. اشتاكا ورزان كتير واستاكا الله 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 لا اله الا الله.
اللي يضايقنا لسه ما اتخلق. السؤال اللي هيجي في دماغك دلوقتي اللي هو كوعك اما بيلطش في الحلاق. انا عارف دي دماغك كسرت. كل اللي سابنا وخلع فاتوا كل الدلع ما شافش غير بهدلة. انا كده احب ابشركم ان خلاص المسيح الدجال دخل علينا. المناظر اللي احنا بنشوفها دي بالقرف ده بالزفت بالفجر ده خلاص خلصت. انت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق. احنا ما بقناش العيال الصغيره بس، ده بقى العيال الصغيره والكبيره والطويله والرفيعه والزفته والطينه. فوق. الله 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 الله. هو ده نسميه ايه؟ يعني هنسميه قله ادب؟ نسميه فجر؟ طب العيال الصغيره بنقول نربيهم ونحبسهم يطلعوا مهذبين، دي هتتحبس هتطلع على الكفن. دي مزفته مخلفه يجي 4 5 عيال وبتعمل المناظر دي في قلب الشارع. يبقى فاضل ايه تاني؟ اللي صورها ما ترباش. لسه بنفوق بنقول رمضان جري ورمضان خلص، اتفاجئنا بخناقه مصرومه بين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي على المسلسلات بقى والتماثيل والكلام على السن الاولاني خلاص هياخد خازوق قد كده. المهم احمد بيرمي على ياسمين فياسمين بتسكت لا بتروح مرميه على احمد. تمام. فهم عمالين يلقحوا على وكارولين زي القمر عمالين يلقحوا على بعض ويدوا ببعض والكلام ده كله، والبت التانيه دي برضه زي المهم الاثنين عمالين بيقولوا لا ده المسلسل بتاعه هو الاول، لا ده المسلسل بتاعه هو الاول، وضيعوا علينا شهر رمضان ضيع علينا الصيام ومكملين برضه تاني. تمام. فللاسف الشديد الحقيقه واللي ناس كتير مش عايزه تسمعها ان ياسمين عبد العزيز اصلا هي اللي عملت احمد العوضي وهي اللي طلعته. احمد العوضي هيفضل في نظر الناس لسنين قدام كتير لحد ما يبني ويعمل نفسه. ما يفكرش اللي كان المسلسل اللي اتعمل دول خلاص هو كده خلاص بقى توب بقى نجم بقى الكلام ده كله، لا هو هيفضل جزء سنه واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما يبني نفسه ولحد ما يقف على حيله. احمد العوضي لسه من مسلسلين كانت ياسمين هي البطوله في المسلسل بتاعه، المسلسل اللي كان فيه ياسمين كان خلاص بيركب الترند لوحده. تمام. لسه يا دوب سايبها من مسلسل او 2 من وقت ما انفصلوا، ودلوقتي بنلقح على بعض وبند ببعض والكلام ده كله. للاسف الشديد انتوا فنانين فالمفروض تكونوا قدوه للناس، ولكن اوكي انت بتترعش. لا انا تمام. تحب امسك المايك؟ لا الله يكون في عونك يا ابني. والله الله يكون في يعني انا حاسس بيك وكلنا حاسين بيك. اهدى يا حاج اهدى يا حاج. مفيش معلم يا ولا هيحاسبني ولا انا حضرتك بتاخد وقت في الموضوع، يعني انت سلو موشن جامد ليه يعني؟ ساعة الا ربع واقعي برضه يعني تمثيل يعني. انا قلت برضو انك بتبعدي عن الشباب عشان ما بتعرفيش تمسكي نفسك. انت بتقول ايه؟ هو ما قالش حق، هو بيقول ان حضرتك شمال وما تربطيش. لو تذاكر السينما غالية احنا هنجيب لك السينما لحد البيت، بس السينما يلا. كفايه يا قلبي عشان بقك ما يوجعكش. مين ده هان؟ ايه الدخلة دي؟ بالراحة ايه يا راجل فيه؟ يعني الشهامة ما تاكلكش الدرجات دي يعني. هقول لك مين؟ اهدى هقول لك. طيب مين؟ ده عزيز. انفخ يا زيزو. ايه ده؟ ايه الرقة والحنان ده؟ ايه ده؟ عزيز بتاع المعيز. كفايه يا قلبي. لا ما انت ما تفكرش ان المشهد خلص لحد كده لسه. خد يا بيبي. الله ايه ده يا هاني؟ هقول لك قولي له. انطقي. ده هيثم. انا هيثم عم جوبين ارتيتي بوفي.
وها هنا البطل طرطر علينا بمثل هذه المناظر البشعة وخيانة زوجية تحت السلم هيثم ابن طنط سحر اللي تحت. طب ما تقولي كده من الاول، خد راحتك يا سومة. السلام عليكم. ايه ده؟ المجتمع ده بغلط. تقول ايه للناس اللي بيشتموك على السوشيال ميديا وبالاخص اليوتيوب؟ اقول لهم بلاش تشتموني يا جدعان، او لما تشتموني اشتموني بشويش والله، عشان انا نفسيتي بتتعب. يعني بشويش بقى، أنا منطق وأني منظر، يعني ده انت احمد ربنا يعني يا راجل، ده انت شليتنا يا راجل. لا كل لا ولا تجلي انت. ايه ده يا هانم؟ انت فاهم غلط. ده بياكلك في بقه يا هانم. انت فاهم غلط. غلط ايه بعد اللي شفته؟ مين ده؟ راجل يا راجل، ده اسمه تحريض على انت بتروج لفعل زي الخرا، انت بتروج لفعل يعني اللي هو ايه، خيانه زوجيه وقرف وزفت بعيدا طبعا عن المشاهد والمناظر البشعه اللي احنا بنشوفها، بس ده فعل غلط، ده فعل انت ممكن تحبس نفسك بيه، ولا هزار ولا تمثيل ولا في ايه الهدف في دماغك من القرف ده؟ هقول لك ده هاني. اذا كان كده ماشي. انا متابعه بالله عليكم، احنا غلابه. اللي هتفهم غلط ده ابنه، بس الهبل وراثه، يعني هو للاسف الشديد اختلاط الماء بالحاجات بيعمل حاجات اسود من كده. فاحنا يا ريت نكشف قبل ما نتجوز وقبل ما نخلف وقبل ما نطلع على السوشيال ميديا وقبل حاجات يعني يا ريت كشف جماعي على الناس اللي زي كده. ويا عيني عليك يا جدع، يلي كنت للحريم غاوي، دار عليك الزمن وعلموا عليك اللباوي. يا بنت الشباب الحلوة. ليه الشباب يعني؟ ما انت بنت، قولي للبنات ليه الشباب يعني وليه كده؟ عرض اليوم النهارده من الساعة 4 للساعة 5. هتعملي الشباب ايه بالظبط؟ تيجي تنورني تحلق دقنك مجانا من غير ولا جنيه. 5 بتزية، المركز مش هيستقبل اي حد تاني. حضراتكم ما بتحلقيش حاجة تانية غير الدقن؟ ما عندي حاجات شعر بس في مناطق تانية يعني. وايه يا بنت ده يا بنت؟ يخرب بيتك، وانت حلاقه بالمنظر ده وفي رجاله وشباب وانت بتحلقي لهم وانت كده فاتحه لا حول ولا قوه الا بالله. يا سلام، اقسم بالله رفعت جامد. ايه الروب ده؟ ايه الروب ده؟ لا ايه ده؟ جاتك لاويه. لا يا بنت، انت عشتني يا اسطى على فكره. انا لابساه اصلا عشانك، يعني انت لابسه الروب عشاني؟ مين دي؟ لا ده انت قمر يا لهوي. انت لففتها، انت كانت تستاهل جايزه هاتوا له الواد ده هنا. لا ده احنا معديين، راعي الاكشن في مصر. اسكت انت الهرم، انا اللي بانيه الهرم. ايه ده؟ ايه العنف ده؟ تعالى بره يلا، تعالى بره. بعيدا طبعا ان هو جاي يتلطش القلم وبس، واخر الاكشن بس هو حضرتك انت جايبه اتنين، يعني الواد لو نفخ فيهم هيقلبهم، اقسم بالله. يعني استنضف في المناظر شويه، هيعمل يعني لا اله الا الله. يلا يابا، شوفش وشك هنا تاني، ها يا حرام. ايه ده؟ اكشن ده برضه يعني. شفتوا الحته الاخيره دي اكشن. والله ما هسيب حقي. انت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق. انا زعلت عليك والله، انا زعلت معاكم، فيا ريت تكتروا من الحاجات اللي ملهاش لازمه. معلم من الهوا. لحظه بقى، انا ما اتعلمتش الهوا، القلم فين؟ عم وعم يا معلم من الهوا. لحد مش عايزين علاء، لا لحد هنا تمام. حضرتك ما تربطيش بصراحه، ولا اهلك ربوكي ولا ربوا اللي انيكي ببيته. ايه ايوه، والحلو رايح فين؟
حلو متنكر ورايح عند امك متنكر ومحتويات زي الخرا هتطلعها عنا. الحلو رايح في اي مكان. في اي مكان؟ عايزني على فين وانا معاك؟ اكيد برضه هو عاوزاك عند امك. تيجي معايا يا بنت على الشقه؟ اجي معاكي في اي مكان. معاكي فلوس؟ انا معايا فلوس للكل يعني ليك شغاله ازاي؟ نظامك ايه؟ انا شغاله بالاجره. بالاجره يا ولاد الفجر. انا واقف بقالي ساعه ما حدش عدى عليا. ده انت جايه لي من السما. تعالى يا بنت، ده انت هتدفني النهارده. يا اسطى بدنطوني والله. ايه الملل ده؟ عاوزين اكشن، عاوزين قلوا في ادبكم كمان شويه. ايه اللي قال في ادبك يالا انتوا؟ جاتكم القرف. الخميس وانتوا ما تربطوش. تعالوا نتفرج بقى. عالدغري؟ عالدغري انا تعبان. عالدغري؟ عالدغري انا تعبان. عالدغري انت لو اتسجنتي هترتاحي. يعني اوقات بدخل على التيك توك بيصعب عليا بس المناظر اللي موجوده. بيصعب عليا المناظر بس من وها هنا في لحظه صمت. لايف ملوش اي 30 40 60 70 80 الف لازمه غير ان هو بيعرض مقدمه الولايه. هي عارضه كده عشان خاطر الهدايا، هي قاعده كده عشان خاطر الهدايا. واحنا بنسال فين رجاله البيوت وفين اللي انيها وفين اللي مربيها وفين بص يا بنت، انت صدقت ان انا زعلانه معاه وخلاص خسرنا بعض ومش هنكلم بعض. بس يا طنط، هو في مشكله بينك وبين بنت وحضرتك بتعمل ايه؟ عماله تدبري وتخططي يا حبيبتي. بقول لك ايه، كل اللي انت بتهري فيه هيجي على الفاضي. اخصام الولايه صعبه بس مش للدرجه دي. طب تعالي كده احضريني وانا بديله واحده وحشتني. طب وحياه ولادك انا مش هحلفك بابوك عشان ابوك اكيد مات. وحياه ولادك في سنك ده ما تدينا واحده ما كفايه. طب بقول لك ايه، انت رفعت البتاع بلاش بقى عشان ده تعورك بجد. اوعى بالله عليك، بالله لا بلاش. هتعور ايه يعني؟ عايز انجح. هتعورك. عاوز تنجح؟ يعني على كام درجه دي؟ وربنا ما بخاف. هتعورك، هنجري على مستشفى واقول له والله ما بخاف. الله ليه يا ابني؟ ليه جرحتنا ونجحت نفسك؟ ليه ايه البيضان ده؟ ده مش بيضان، ده مرة جبت كلب سميته شيكي دودو. انا عرفت الكلب ده، انا عرفته. كلب مزة فشخ ويخرب بيت خدوده. الكلب الحقيقي اللي انيكوا ومخليكوا تعملوا كده قدام الناس. عارفه هي الدنيا بقت جميله من اول ما جيت اهو. طيب مش عايزه مني حاجه تاني؟ كنت دوب بعد ال10 كمان. انت شكل فلوسك ملهاش عدد. ده كله انت اللي انت عملتيه ده. انا مش بنتك، منك لله اللي بتعملي كده. اللي بعمل كده شفت الدنيا بقت عامله ازاي يا دي نيتيه وعامله ازاي؟ ايه انت دخلت الراجل على بنتك؟ يعني انت بتمثلي ان انتوا بتسهلوا الموضوع ده كده؟ اخس. انت مكبره الموضوع كده ليه؟ لا هو الموضوع صغير بصراحه. اقول لك ليه عملت كده؟ عشان الكليه اللي انت فيه، عشان اللبس اللي انت عايزه تلبسيه، عشان الموبايل العالي اللي عايزه تمسكيه. غدارة يا اخواتي بعد الشغل. متأثر. عايزه حاجه دي تعملي فيها كده اصلا؟ مش عشان فلوس. هو حصل ايه؟ يا بنت مشيها خلاها تقضي المصلحه. انت عبيطه ولا ايه؟ يا بنت خلاها تزازه وتلعلع كده. بتعيطي على ايه يا عبيط؟ تخشي كده تغسلي وشك تمسكي الفلوس هتنسي اللي انت بتقوليه ده كله. للاسف الشديد دي بتروج لفعل يكاد يكون موجود بنسبه كبيره في الشارع، ويكاد يكون الست دي مقتبسه القصه من قصص حقيقيه حصلت قدامها والكلام ده كله. ولكن نشر الافعال دي على مواقع التواصل الاجتماعي مصيبه، ودي جريمه، وده تحريض على افعال منافيه للاداب، والناس دي لازم تتعاقب. هو احنا بقى كل ما هنفتح التيك توك هنلاقي واحدة عرضنا بقى امكانياتها؟ وليه اصلا ليه تفتح التيك توك يا مغا؟ ليه ما خلينا، ما طالما مزعلينك امكانيات خلينا احنا. كل واحدة عندها كورتين من قدام وكورتين من ورا فرحانة بيهم. لسه طالعين لها جديد هتطلع تعرضهم لنا بقى على التيك توك. في ناس طالعين لها قديم عادي تعرض. ده ما بقاش تيك توك، ده بقى كباريه. انا من هنا بضم صوتي لصوت ام خالد، عندها حق في كل كلمه، ولكن حضرتها برضه نفس الطفحه ما نعديك خرا. الصوره تبان بسيطه قوي 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 قوي. الصوره تبان ان هي كأن مفيش حاجه،
الشيب الصغير قاعد مستغرب وباصص حواليه، باصص للدنيا، ولا كأن في حاجة، ولا كأن في ضحت بسنتها عشان، ولا كأن في حد حماه، ولا كأن في حد عرض حياته للخطر عشان خاطر يحميه. الشيب الصغير مستغرب ومش حاطط في دماغه اي شيء ولا شايل هم حاجه، هو خلاص جنب امه فهو كده في امان. الشيب الصغير ده دلوقتي هيمشي يروح يلعب ويهزر ويتنطط مع اصحابه، والام حاسه بوجعها لوحدها. امك زي اللبوه دي. الشباب الحلوه ليه الشباب يعني؟ ما انت بنت، قولي للبنات ليه الشباب يعني؟ وليه كده؟ عرض اليوم النهارده من الساعه 4 للساعه 5. هتعملي الشباب ايه بالظبط؟ تيجي تنورني تحلق دقنك مجانا من غير ولا جنيه. 5 بتزية، المركز مش هيستقبل اي حد تاني. طب حضراتكم ما بتحلقيش حاجه تاني غير الدقن؟ ما عندي حاجات شعر بس في مناطق تانيه يعني. وايه يا بنت ده يا بنت؟ يخرب بيتك، وانت حلاقه بالمنظر ده وفي رجاله وشباب وانت بتحلقي لهم وانت كده فاتحه لا حول ولا قوه الا بالله. كل خميس وانتوا ما تربطوش. تعالوا نتفرج بقى. عالدغري عالدغري انا تعبان. عالدغري عالدغري انا تعبان. عالدغري انت لو اتسجنتي هترتاحي. معلم من الهوا. لحظه بقى، انا ما اتعلمتش الهوا، القلم فين؟ عم وعم يا معلم من لحد مش عايزين علاء، لا لحد هنا تمام. حضرتك ما تربطيش بصراحه، ولا اهلك ربوكي ولا ربوا اللي انيكي ببيته. بص يا بنت، انت صدقت ان انا زعلانه معاه وخلاص خسرنا بعض ومش هنكلم بعض. بس يا طنط، هو في مشكله بينك وبين بنت وحضرتك بتعملي ايه؟ عماله تدبري وتخططي يا حبيبتي. بقول لك ايه، كل اللي انت بتهري فيه هيجي على الفاضي. اخصام الولايه صعبه بس مش للدرجه دي. طب تعالي كده احضريني وانا بديله واحده، وحشتني. طب وحياه ولادك انا مش هحلفك بابوك عشان ابوك اكيد مات، وحياه ولادك في سنك ده ما تدينا واحده، ما كفايه. طب بقول لك ايه، انت رفعت البتاع، بلاش بقى عشان دي تعورك بجد. اوعى بالله عليك، بالله لا بلاش. ما تعور ايه يعني؟ عايز انجح. هتعورك. عاوز تنجح؟ على كام درجه دي؟ وربنا ما بخاف. هتعورك، هنجري على مستشفى واقول له والله ما بخاف. الله ليه يا ابني؟ ليه جرحتنا ونجحت نفسك؟ ليه ايه البيضان ده؟ ده مش بيضان، ده بطل ايدك البشنيه. في واحد على اول النص عندنا ببيع قرون، لو القرنين اللي عندك بايظين تحديك وهجيب لك انا ابوك. يلا انا عايزك تدشني وريني عتاب. ده الشنبات العيره، يعني واحد واقف ومراته بتقصع قدام والكارثه والمصيبه ان هو بينشر على السوشيال ميديا ومتفاجئ عادي يعني عادي ان احنا نتفرج عليها، وعادي ان احنا نفتشها، وعادي ان هي تتكلبش، وعادي ان انا حاجه ابعتيها. ما انا يعني ليا اختي زوجة تانية وهي الاولى. طمنينا على ام حضرتك بقى، زوجها بقى في بطل ايدك البشنيه. في واحد على اول النص عندنا ببيع قرون، لو القرنين اللي عندك بايظين تحديك وهجيب لك انا ابوك. يلا انا عايزك تدشني وريني عتاب. ده الشنبات العيره، يعني واحد واقف ومراته بتقصع قدام والكارثه والمصيبه ان هو بينشر على السوشيال ميديا ومتفاجئ عادي يعني عادي ان احنا نتفرج عليها، وعادي ان احنا نفتشها، وعادي ان هي تتكلبش، وعادي ان انا حاجه ابعتيها. ليه بتحشرونا في دماغ؟ كفايه القرف اللي احنا شايفينه. طبعا تقبلي لو هو معاه فلوس صح؟ مش شرط، بس يعني لازم يدلعني يعني برضه، يعني هاخده على قرعة ايه؟ قرعة دراعه، قرعة دراعه. حضرتك البوكس مستني بره، فهلم نفسك واستر اعضائك واطلعي. هتلاقي وش علاء هناك رازع شنب قد كده، خدي شنب واستري صدرك. شوارع يا زباله يا رمه يا عيله الرجاله. انا شفت الكاميرا قلت خلاص اللي بيجي ياسمين بتقدم موهبه، هتقدم لنا فيلم عن امكانياتها في انها تخفي الاعضاء الانثويه، بس مع بقى زباله ورمه وقله. ده الفيلم ده شكله غشيم،
شكله فيلم من الشارع، من تحت من تحت من تحت. اوريك اللي في الشوارع ده بيعمل فيكي ايه. اديله يا كابتن، اديله. ده العرض الاول، هنروج بقى الفيلم. العرض الاول لفيلم البلاعه في الزراعه. ادائك مش مقنع، مش مقنع اطلاق، انت لسه محتاجه وقت. واديك خدتي. لا 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 لسه لما يسألوني خدت ايه من 2023. اوكي انت بتترعش. لا انا تمام. تحب امسك المايك؟ لا الله يكون في عونك يا ابني، والله الله يكون في يعني انا حاسس بيك وكلنا حاسين بيك. اهدى يا حاج، اهدى يا حاج. مفيش معلم يا ولا هيحسبني ولا انا انت اتخدعت زيي وفكرتها خناقه؟ لا ده موقف رهيب. ده الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حد هنا فيديو رومانسي، واحد بيصالح واحده خطيبته او معرفه او صديقته، انا الناس دي ما نعرفهاش مله، فواخد لها ورد ورايح بقى، الموضوع جميل لحد هنا 100 100. لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا عنطه اللي بنت ابوك يا ابن الكلب. حوش كفايه بيه، كفايه. ده بالمفتش. تخيلوا واد لو خدها زنقها في اي مكان في الشارع دلوقتي، الناس هتقول لهم ايه؟ عادي. ما دي التربيه الحديثه، دي التربيه الجديده، اللي هو حاضنها وبوس في الشارع عادي، وبابا يشوف فيديو وامها تشوف فيديو، والموضوع هيبقى عندهم جميل ومبسوطين ان بنتهم واحد لا مؤاخذه. اما بتاع الكهرباء يجي لك وبتاع الميه ويقول لك، فين فلوس الكهرباء وفين فلوس، ما تعرضش ايدك قوي وتقعد تزعق وتقول وتعيد. لو انت تعرضت الراجل ده او لموظف عام بيقضي مصلحه حكوميه او بيعمل شغل، او راجل موظف عام شغال في جهه حكوميه والكلام ده كله، العقوبه اللي هتيجي عليك انت مش اقل من سنه حبس. ده نص الماده 364 من قانون العقوبات المصري. اوعى تتعرض لحد شغال في جهه حكوميه وشغال وهو شغال. لو حد مثلا شخص عادي مثلا شغال في جهه حكوميه وجيت مثلا بالليل روحت بيتي، فهتعرض لي عادي، مفيش اي مشكله. اما وهو شغال في وظيفته او بيأدي وظيفته وتتعرض له، هتتحبس. اطلع مش طالع. ممكن واحد يجي يدخل بيتك تقول له اطلع، يقول لك لا انا قاعد مش طالع. يا ابني ده بيتي، يقول لك لا انا قاعد مش طالع. نصت ماده 373 من قانون العقوبات المصري ان يعاقب بالحبس مده سنه كل من امتنع عن الخروج من بيتك ومن ارضك ومن اي مكان مخصص لحفظ الاموال او من اي مكان يخصك عموما. لو شخص امتنع او دخل في احد الاماكن او احد ممتلكاتك وامتنع عن الخروج او امتنع ان هو يمشي والكلام ده كله، هيتحبس. طبعا نزلنا فيديو قبل كده عن التهديد والترويع وتخويف المواطنين وعقوبه الحبس سنه كما نصت الماده 375 من قانون العقوبات المصري. اي حد بيلوح لحد او بيهدد حد، او واحده بتهدد جارتها، او واحد بيهدد جاره، او واحد بيهدد ابنك، او واحد بيهدد زوجتك، او واحد بيهدد التهديد والترويع ايا ما كان السبب. او مثلا واحد يقول لك لو ما عملتش كذا هعمل كذا، لو ما سويتش كذا هعمل كذا، او واحد يصورك فيديو او ياخد منك صور او يقول لك لو ما جاتيش في المكان الفلاني هعمل كذا. التهديد والترويع ده نصت الماده 375 على عقوبه الحبس سنه لكل من هدد. تمام؟ وعقوبة الحبس سنتين لو اللي بهدد ده شخصين فأكثر. يعني لو 2 أو 3 أو 4 أو هم اللي بهددوا، فعقوبة الحبس بتتضاعف لسنتين فأكثر حسب تقدير المحكمة. ما بيجي واحد في الشارع بيهددك أو بيزعقلك أو بيلوح لك بإيده بيقول لك أنت هعمل وأسوي والكلام ده كله، لما بتيجي ست تروح لجارتها تقول لها ده أنا همسكك وأوديكي وأجيبك والكلام، الحاجات البسيطة دي نصت المادة 375 على عقوبة الحبس على التهديد وترويع المواطنين او ليك الحق ان انت تعمل المحضر لو اللي اتهددت زوجتك او ابنك اللي اتهدد او احد اصولك وفروعك، ممكن انت اللي تروح تعمل محضر ايا ما كان السبب وراء التهديد.
فانت بمجرد ان انت اتهددت او حد هددك او لو وحلك بايده او هددك بالقتل الكلام ده كله، ممكن تقدر تعمل محضر وتتسبب في الحبس بشرط الاثبات. تقدر تثبت الحاجه، اطلع واعمل محضر دلوقتي. موضوع المستريح وموضوع الفلوس، ناس كتير بتقول روحوا وامسكوهم وودوهم وجيبوهم والكلام ده كله. ناس بتقول طلعوهم من بيوتهم، ارموهم في الساحل، ارموهم هنا، ارموهم هنا، طلعوهم بره البلد الليله دي بحالها وما يعرفوش من نص الماده 369 من قانون العقوبات. خشوا اقروه وشوفوه، شوفوا الكلام اللي انا بقوله. اي حد بيهدد حد او بيطرده من بيته بالغصب بالقوه بيعاقب بالحبس سنه. طب لو شخصين او اكثر من شخصين ومعاهم سلاح او معاهم حاجه وبهددوا الكلام ده كله، عقوبه الحبس بتوصل لسنتين. نصت الماده 378 من قانون العقوبات المصري انك انت لو قاعد على البحر وحدفت حجاره او طوب في قلب الميه تتعاقب بالغرامه. لو انت عورت بهيمه واحد جارك او واحد غيرك هتتعاقب بالغرامه. لو انت في عربيات واقفه في الشارع وجيت حدفت على الازاز بتاع العربيه او كسرت ازاز عربيه او تعديت عليه باي تعدي، برضه الماده هتعاقبك بالغرامه. لو انت جيت حطيت حاجه في البحر، عفش، اي شيء، حدفت طوب، عملت اي شيء بحيث تعوق الملاحه او تعوق المراكب وهي ماشيه والكلام ده كله، برضه هتتعاقب بالغرامه. لو انت جبت البهيمه بتاعتك وسيبتها في ارض غيرك تاكل وتعمل وتبوظ، برضه هتتعاقب بالغرامه. عندك حصان زي بتاع فهد البطل والحاجات دي. في حاجات القانون المصري معاقب عليها انت اول مره تسمع عنها، وانا جاي النهارده عشان اعرفك بيها. لو انت عندك حصان او عندك فرس وجريت بيه في المناطق السكنيه، انت كده هتتعاقب كما نص قانون العقوبات. لو انت عندك حصان او فرس وسبته يجري في المناطق السكنيه، برضه هتتعاقب. لو انت عندك بهايم وحطيت الرفس بتاعها او اللي بيقولوا عليه الجله بتاعتها فوق سطح البيت واذيت السكان، برضه هتتعاقب. لو انت عندك ارض وجه جارك ساب البهايم وساب الجاموسه تمشي في قلب الارض بتاعتك او تعمل حاجات في قلب الارض والكلام ده كله، برضه هتتعاقب. حاجات بسيطه جدا وانت ما تعرفش ان قانون العقوبات معاقب عليها بنص الماده 379. بقى كل شيء في حياتنا صعب. ان انت تبحث عن حد يستاهل التضحيه، وان انت تبحث عن صديق يكون جنبك وسندك وي الكلام ده كله بقى صعب. ان انت تبحث عن حبيب يكمل معاك الحياه كلها بقى صعب. ان انت تبحث عن اب يراعيك ويحسن تربيتك بقى صعب. ان انت تبحث عن ابن يحسن معاملتك اما تكبر بقى صعب. كل شيء اتلوث وكل شيء بقى صعب. مش صعب ان انت تضحي عشان صديق، ولكن الصعب ان انت تلاقي الصديق اللي تضحي عشانه. اوقات كتير بنضحك واحنا مهمومين وشايلين هموم الدنيا فوق دماغنا، مش عشان احنا ما عندناش دم او مش عشان احنا بنحسش ولا ولكن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك وخلق الكون كله قال ان بعد العسر يسرا. مشكلة ان في حاجة انا مستغربها جدا، الموقف ابو تريكة بتاع الاعلام بتاع النادي الاهلي والكلام ده كله، في بعض الاعلاميين واخدين القصة او لازم يتكلموا عن الموضوع عشان خاطر الشهرة والكلام ده. واحد شتم ابو تريكة اكيد هيطلع ترند. الموضوع مش محتاج كده خالص، والقصة مش جاية كده خالص. يعني انت عندك شعب بالكامل بيحب ابو تريكة وبيحب الراجل ده وعارف الراجل ده محترم وعارف الراجل ده الكلام ده كله، وانت الوحيد اللي انت بتشتمه. وبعدين يا ريت ناس او يا ريت اعلاميين اللي هو محبوب. عندك احمد موسى مثلا، يعني اللي هو ده انت بتغلط ابو تريكة ليه؟ يعني معلش انت يا ده ابو تريكة ده لو في العبر اللي في الدنيا وهو قدامي وانت قدامي، انا هختار ابو تريكة لان عارفك كويس وعارف مواقفك كويس وعارف كل حاجه. اما ابو تريكة الراجل في قضيه شغاله بين ان هو ارهابي وبين لا، ومحبه الناس دي مالهاش دعوه ارهابي ومش ارهابي والكلام ده كله، ده قصه ثانيه. يعني محبه معلش في ناس لو حبت واحد زي كده والكلام ده كله، قصه رجوعه مصر ومش رجوعه مصر او يقعد بره ويقعد جوه، المحبه دي الناس بتحبه وهو في السعوديه، الناس بتحبه وهو في قطر، الناس بتحبه وهو هنا تحبه عشان المواقف اللي هو عملها قدام الناس.
نيته بينه وبين ربنا وقضيته ان هو عمل او ما عملش. القصه دي قصه بعيده عن الناس اطلاقا، ده حاجه بتاع القضاء. فلما حضرتك تطلع تقول لا ابو تريكه وحش وابو تريكه ما يجيش وابو تريكه ما يروحش وبتاع، انت ده القاضي هيسمع حضرتك؟ يعني القاضي هيجي لك يا احمد يا موسى يقول لك اديني الحكم اللي احكمه على ابو تريكه؟ الراجل محكمه النقد يعني العمليه بتزق مع الناس واسكت. خلاص الكلمه بتاعتك اللي هترجع ابو تريكه ما تخرجش يجي. اقعد يا احمد واقعد يا حاج عمرو واقعد يا حاجه لميس، الموضوع مش مستاهل. يا ما تكرهوش الناس فيك اكتر من الناس كرهاك. تعالوا بس اقول لكم على حاجه والله بجد، يعني انا من الشخصيات اللي بحب ابو تريكه جدا جدا جدا. استاذ احمد يا استاذ عمرو يا مدام لميس، حضراتكم ما بتغلطوش في حياتكم. يعني حتى ابو تريكه لو عمل يا اخي واشترك وعمل وسوى والكلام ده كله، اي بني ادم بيرتكب جريمه مصيره في يوم من الايام يقضي العقوبه ويطلع او يتسجن ويطلع او مش عارف ايه. بعدين طبعا جريمه الارهاب ان هي في اوقات معينه بتوصل للاعدام، والقصه دي قصه ثانيه خالص. اما الراجل النهارده محكمه النقد رجعت القضيه تاني والكلام لسه في كلام تاني والكلام ده. فحضرتك لما تيجي تتكلم اما الحكم اللي هو واخده يبقى نهائي وخلاص ابو تريكه ده ما يرجعش مصر، الكلام اعمل اللي انت عاوزه اصل لك. اما تيجي النهارده عشان بس الراجل ظهر في اعلان لا ده مش عارف ايه، الراجل عمل مش عارف ايه، ده ابو تريكه ليه يعني؟ ايه وحشه ابو تريكه؟ ايه الوحشه؟ انت كل اللي احنا بنتكلم فيه احنا ما شفناش حاجه. يعني القضيه نفسها ممكن 10 15 واحد اللي شافوها، اللي هو القاضي والنيابه والمحامي، دول اللي هم اللي شافوا القضيه وشافوا الجرايم. والمحكمه نفسها هي لسه بتقرر في العقوبه وبتقرر في النقد والكلام ده كله. انت مالك؟ انت مالك مال العقوبه ومال النقد ومال القصه دي بحالها؟ يعني معلش ما في ارهابيين محبوسين وفي ارهابيين خرجوا بره وهربوا وعملوا وسووا مش عارف ايه. هل انتوا جبتوا سيره كل الناس دي؟ ولا هو الحق في ابو تريكه يعني خلاص؟ اقسم بالله انت هتحكوا في الراجل من غير اثبات ومن غير ان الموضوع يكون رسمي مش عارف. اقسم بدين الله في ناس مصريه عندها ابو تريكه يرجع حتى لو ارهابي وخلاص والموضوع اتقفل واتفض ومش عارف ايه، ياخد عقابه ويرجع او يتغرم ويرجع. في ناس عندها كده. الموضوع مش مستاهل القصه انتوا عاملينها. تكبروا الموضوع انت هتاثروا على مين؟ هتاثروا على القضاء؟ انتوا بتاثروا على القضاء المصري؟ انتوا بتاثروا على الشعب؟ اقسم بالله الشعب لو عكمكم وعكم ابو تريكه هيبوس ابو تريكه في فن ان انت ما تعانيتش ظروفك وتعدي كل شيء. كان في حد راح لحكيم وبيساله بيقول له والله انا قاعد في بيت او قاعد في اوضه ومعايا حماتي وزوجتي واختي ومش عارف عمتي ومش عارف ايه، فاحنا مسحومين وانا مش عارف اخد راحتي ومش عارف اعيش. فالراجل الحكيم ده قال له بص عشان تحل المشكله دي اشتري حمار. قال له ازاي؟ قال له اشتري حمار وحطه معاك في الاوضه. فراح الراجل جاب الحمار وحطه في الاوضه وجاي تاني يوم قال له الموضوع بقى اصعب من الاول. قال له خلاص اشتري خروف وحطه معاك برضه مع الحمار. راح جاب برضه خروف ونفس القصه حطه مع الحمار وقال له الموضوع بقى اصعب بكتير. قال له خلاص روح اشتري فرخه. راح جاب الفرخه برضه وحطها. قال له الموضوع خلاص بقى خلاص على اخر ومش عارف ايه. قال له خلاص بيع الحمار. فراح باع الحمار ورجع له قال له كده احسن شويه؟ قال له كده خفت شويه. قال له روح بيع الخروف. باع الخروف ورجع له قال له كده قال له خفت شويه. بيع الدجاج. باع الدجاج ورجع له قال له كده قال له كده يا عم الحمد لله ده كده تمام. فالقصه بحالها اللي هي ظروفك هي ظروفك وحالتك هي حالتك. ان انت تعدي الظروف دي باختلاج مشاكل اكبر واكبر واكبر هتبقى عقبه قدامك مش هتعرف تعدي ولا تروح ولا تيجي. ان انت تعالج ظروفك من بره او بحلول اخرى من بره بعيده عن المشاكل اللي موجوده حاليا، ده هو الحل الانسب. انا عيني منك بذمة امك بذمة احات اللي خلفك يا شيخ ده عيلك فيك وبحبك وهربي فيك. انا عيني منك. انا عاوزين مبرر واحد للطلوع بمثل هذه المناظر المقرفة المستفزة قليلة الادب والتحريض على الفسق والفجور بتلك المناظر وتلك الحاجات اللي احنا غلوبنا والله العظيم غلوبنا. يا ريت صاحبة العين الكبيرة ما تزعلش لما تحصل اخواتها في السجن. ايوه بس بالراحة اختاه انتوا ما ينفعش معاكم بالراحة. تخيل فجأة كده فتحت النت لقيت الاشكال اللي تسد النفس دي. هي ما تسدش النفس قوي، لا هي ما تربتش. دول ما تربوش وعاوزين يتحبسوا عشان يتربوا. هو الحبس تهذيب وتأديب للناس اللي زي كده. الحبس مش وحش خالص،
للناس اللي زي كده حلال حلال حلال. يقفل لك المكان؟ يقفلوا مكان مين يا حبيبي؟ طب ايه رايك بقى يا جدعان؟ الاستاذ اللي كان هنا كان لابس جاكيت اسود احمر، كان يوم الاحد وكانت الساعه 8:30 وكان واحده بتقول له اسمه كان في حرف الميم. يابا هطلع انا محظوظ، هطلع انا في الاخر. ايه في ايه ما تقول له ولا تعيد في ايه المشكله؟ انا مش هشرط لك اكتر من كده. اسمه وكان طويل. هو ايه اللي طويل؟ بقى انت بقى بعت لي 2 رجاله يهددوني. راجع يعني ابوك وعمك وخالك واهلك وعيلتك وجوزك والناس دي كلها ما حموكيش، احنا كمتابعين هنحميكي. ده انا ممكن نيجي نضرب معاك. بيجي لي كل يوم حد ب2 شكل، ساعات واحده وساعات 2. المهم نسي شنطته عندي. ساعات واحده وساعات 2 يعني ده بيفسق وبيفجر وقليل راجل قليل الادب. هو حضرتك شكلك عينك منه على فكره. الاستاذ كان طالب حمام وكوارع هي المشكله في الكوارع، هي اللي عملت انت بتعملي ايه؟ بتهببي ايه؟ انت طالعه بتزعقي وعماله ده انا اتخضيت. في ايه؟ ما بهددك ولا بولعك ولا بيحرقك؟ ما انت عندك جوزك وعندك مش بتدور على ناس يعني. انت بتعملي اعلان للمحل بطريقه يعني طريقه مستفزه وطريقه يعني يكاد يكون فيها تحريض على فسق وجود ان هو بيجيب ستات وبيجيب نسوان ومش عارف الكلام ده كله، وطريقه مقرفه بصراحه. صراحه تستاهل مواضيع ابعتيها. خدامة يا اخواتي بعد الشغل. شركة مطاعم قصر الكبابجي بترحب بالراجل المصري البسيط اللي اتعرف بفيديوهاته على السوشيال ميديا البسيطة. كل يوم هو بيتغدى بعد الأكل. بعيدا عن ايه بيتغدى بعد الاكل ده حضرتك؟ في ايه حضرتك؟ هو لخبطك ولا انت اتلسعت زيه ولا في ايه؟ ايه بيتغدى بعد الاكل؟ فهمني بس. هو بيتغدى بعد الأكل. منورنا ومشرفنا في قصر الكبابجي أبو زياد. انا ابو بدر برضه يعني. بتشرف بوجودك معانا ومنور قصر الكبابجي. خدامة يا اخواتي بعد الشغل. ربع جد. انت عارف لو ما كانش عمل الحركه دي كنت قلت انتوا جايبين شبيه ابو زياد مش ابو زياد. ربع جدي مشوي وحمام، 3 حمامات ودول 4 حمامات وكباب حله ومكرونه بشاميله. وصلت لبشاميله مع هم اللي ودوه قصر الكباب. وورق عنب بالكوارع، وانتوا عارفين الكوارع بتقوي العصب. نص الشعب المصري هياكل كوارع اليومين الجايين دول عشان العصب بتاعه باظ من الفيديو. غدانا يا اخواتي بعد الشغل. بقول لك ايه بقى؟ ولا غدانا ولا عشانا. ايه ده ابو زياد انشف في ايه؟ ما احنا مش واخدين عليك كده. الناس زهقانه، الناس زهقت من كلمه غدانا. اوعى. ما هو حضرتك ما بقولش غدانا بس، بقول غدانا وفطرنا وعشانا، بقول كل حاجه. ما زهقناش ولا حاجه. انت ليه مسروقه؟ ليه زعلانه منه؟ ولا عشان شهر؟ انا عارف انا الكيب بتاع الستات ده كده. صلوا على النبي يا اخواتي، صلوا على النبي في الكومنتات كده وقولوا اللهم صل على النبي عليك يا ام زياد. ونقول ربنا ياخد ابو زياد عادي. عملت لكم النهارده يا اولاد ايه؟ صينيه بطاطس بالفراخ. اوعى ايدك بس. صلي. ايه ده يا ابو زياد؟ هي اللي بتمسك، هي اللي اتلسعت. ايه ده؟ انت مش صرب عليه؟ انت في كهرباء زياده عندك. اوعى ايدك بس. صلي على النبي كده ماشي. بصي يا شباب، في بنات بتقول لي يا ام زياد عايزاكي تعملي طريقه المحشي وطريقه اي اكل وانت بتعملي. بصي يا اولاد، بصي يا اولاد الفراخ ما شاء الله. صينيه البطاطس عسل عسل عسل. بتاعت البطاطس عامله ازاي يا اولاد؟ بصوا. يبقى صينيه ايه ده ايه يا ابو زياد؟ يا ابو زياد خد موقف، مش هينفع كده. ورز يا اولاد بالشعريه، شويه شوربه، وتعالوا اتغدوا مع ام زياد. في ده ايه ده يا ابو زياد؟ ايه صعب؟ معالق بقى كده؟ ده اخرتها غدانا يا اخواتي بعد. ومعالق. معالق ايه يا عم؟ ده هناكل بيها. وغطا حله. غطا حله؟ اقول اي حاجه. انت قلت لا ما تقولش حاجه. وتعالوا يا شباب اتغدوا معايا. مش محتاجه، مش انت تقولها تخلي الناس تركز يعني، صح؟ وها هنا احنا كده خلصنا لقاء فظيع، لقاء فادنا كتير واستفدنا كتير
احنا تقريبا على اخر كام سنه احنا ما بنعملش حاجه، على السوشيال ميديا غير ان احنا بنلف ادبنا وبنجيب الناس اللي ما تربتش والناس اللي عاوزه التف والنف وكل الالفاظ اللي في الدنيا. السؤال ده خنت مره. لا بالراحه كل كده عشان ما هنسجل بس كل حاجه. خنت مره واحده بس. طب ابوك وامك لما يشوفوك وانت خنت مره، ولا جوزك لما يشوفك وانت خنت مره، ولا الشعب المصري كله لما يشوفك ان انت خاينه يا خاينه؟ شفت الدخله بتاع الفيديو؟ شفت الدخله اللي هي من تحت دي؟ بتوريكم ان هي بوكسراتها تحفه، بوكسرات. انا اراهن ان كان في حد رباها، انا هنقفل الحلقه على كده عشان هنغلط، فاحنا ما بنحبش نغلط. دول مشاهير مصر المشهورين على السوشيال ميديا، دول مش زريبه. واللي مش زريبه اكيد اللي انيهم في بيته تزعل اما بنغلط وبنقول ونعيد. بص اللي ما تربتش فهموني بقى انتوا هي تقصد ايه؟ يعني عيله بتعمل كده ولسه عندها 16 17 سنه، ده اما توصل ل 25 6 هتهبب ايه فينا؟ يعني ما بتعمل كام من دلوقتي بعدين هتعمل ايه؟ انا لازم ادور، لازم الاقي المليون جنيه. الحمد لله. عايزه اعمل لك يا ماما المكرونه الحلوه دي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت كلتي الطبق كله؟ حاسس ان البنت الصغيره اعقل بنت في البيت تقريبا. الحاج كل ما بيكبر كل ما بتجيب حاجات نظيفه. حاج ممكن تعيد الفرمطه تاني؟ رجع بقى، ابتدي بقى خلف من دلوقتي. ودول وايه دول؟ هو انت عبيط؟ هو حضرتك عبيط؟ لا بحب اصارحك، هو مش عبيط حضرتك. قلت بس يا بنتي خلاص جبت اخري خلاص. العب بأدب. بعد ايه ادب ايه وزفت ايه وخرا ايه على دماغك ودماغي اللي مطلع. لو كنت ولد كنت تعملي ايه يا مونيكا؟ كل البنات انجاجي كده على طول. الله يخرب بيتك على بيت اللي هي بنت الفجر ده. يا لهوي ده انا كنت هعمل بلاوي. وحضرتك بقول لك لو بقيتي مش تبقي دلوقتي ولد مش هسيب بنت في حالها. يعني سبحان الله يا بنت وفجره كده. امال لو ولد هتعملي ايه؟ على فكره انت لو ساقط ثانويه عامه في اسئله مهمه ومنهج جديد، منهج الحياه المقرفه. تعال. لو كنت ولد كنت تعملي ايه يا مونيكا؟ كل البنات انجاجي كده على طول. الله يخرب بيتك على بيت اللي هي بنت الفجر ده. ايه يا بنت اللي انت فيه دي؟ يخرب بيت. وايه يلا مطرح ايه يلا الاسئله دي يلا ليه؟ احنا هنستفاد ايه من قله الادب دي؟ يا لهوي ده انا كنت هعمل بلاوي. وحضرتك بقول لك لو بقيتي مش تبقي دلوقتي ولد مش هسيب بنت في حالها. يعني سبحان الله يا بنت وفجره كده. امال لو ولد هتعملي ايه؟ اتجوز ستات كتير. اهدي بس يا حاجه، اهدي كده لحظه. في ايه وانت داخله سخنه ليه؟ تتجوزي؟ احنا عارفين نتجوز. وعدت مع ستات اكتر. يعني لو ابوكي جايبك في عطه من العطات مش هتقولي كده. وخونهم مع ستات تانية. حضرتك متجوز واحده ومرتبط عليها بواحده وبتخونها مع واحده ثالثه، وفي الاخر اصلا انت ما بتحبش الثالثه وبتحب امك. طب انا دلوقتي لو طلعت ميتين؟ لا انا حابه بس عندي معترضين شويه. مين اللي ما بيفهمش اللي اعترض اصلا؟ يعني ايه يا بنت انت لابساها؟ ايه يا بنت انت اللي الادب انت فيها دي؟ ده منظر بتاع تطلع بيه في ايه ده؟ مفيش احلى من البلدي. البلدي هو اللي بيكسب. قلنا بلاش الزفت. الفياجرا بتجيب عيال فجره. ايوه السلام عليكم. ايه ده ده السرير ده يشهد. كل ما ابويا بيجي له سفريه ويسيب لي البيت ويمشي بعيش انا حياتي واقضيها. طيب مش تلمحي لي من زمان؟ يا سعيد انت بقالك كام فيديو كده بشوفك مع نسوان. انت بتصلح نسوان اليومين دول ولا ايه نظامك انت في السوشيال ميديا دي؟ الجو نار يا جماعه. اكيد ايه في مصر زي دي نهار ما هنتكلم ونرد عليها هنغلط. حاجه ابعتيها. بقول لك يا نجم بصراحه كده، انتوا بتبصوا في الافلام بجد بقى ولا خدعه؟ انا عن نفسي انا ما ببصش خالص في الافلام. طب انا بقى عايزه ابوس. نعم. ايه اترشيت عند ايدي وترشيت؟ بتقول لك عاوزه ايه؟
انا مش عاوز اصدمك، بس منى منزله الفيديو ده بتقول ايه رايكم في مش عارف. يلا الجو نار يا جماعه. اكينا ايه في مصر زي دي نهار ما هنتكلم ونرد عليها هنغلط. حاجه ابعتيها. بقول لك يا نجم بصراحه كده، انتوا بتبصوا في الافلام بجد بقى ولا خدعه؟ انا عن نفسي انا ما ببص خالص في الافلام. طب انا بقى عايزه ابوس. نعم. ايه اترشيت عند دي وترشيت بتقول لك عاوزه ايه؟ ايه ده؟ انا طول عمري اسمع ان القمر بيطلع بالنهار. انت شاربه كروك. وانه بيسال التاتو ده ازاي اترسم؟ والمصحف مسألة. انت عايز مثالي كده ازاي اترسم؟ زي اي تاتو اترسم. هو لو اهبل في السؤال ما تبقيش انت عاطله في الاجابه. يعني هو بيسال ليه اصلا؟ يعني احنا هنستفاد ايه؟ ازاي اترسم وازاي ما اترسم؟ هو اترسم اترفع ايه؟ عادي. بص هي كانت الرسمه عجباني. عجبانا كلنا يا فنانه بصراحه. يعني عجب ابوكي وامك. وانا اللي مختارها، وكان عندي كنت عامله ليزر. فين؟ ما تاخدناش في دوكا كده. احنا الورده بنحاول نشوفها مع بعض. فين الليزر؟ فكنت حابه اعمل فوقيه حاجه بس مش اكتر يعني. هي الرسمه ايه؟ الورده ولا ايه بالظبط هي؟ وانت مالك؟ تبقيش انت واحده بتطلعي تنامي على بطنك في الفيديو. مين دي؟ في انت داخله سخنه ليكي في ايه؟ وتطلعي تقولي لي اصل انا بلف عشان الرجاله. انا لا بطني وانت بتعملي كده. الفترة دي اللي هي عاملة فيها الفيديو ده كانت رائعة، كانت جميلة جدا 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 في فيديوهاتها وتصرفاتها وكل شيء. ونتمنى جميعا ان زينب تستمر زي ما بدأت بالظبط. بقول لك ايه، هو انت ينفع تعكسني قدام صاحبتي؟ حاسب كده حاسب كده. ايه الموضوع؟ اللي زعق فينا وقال قول لحكومتك. حزقه جامده. السلاح وروح حارب. في امريكا. وانت فين انت؟ انا في هدومي وانت في هدوم غازيه. فين بلدك وفين جيشك؟ انت فين رجولتك وفين دينك؟ صوتك يوصل لحكومتك. حاضر. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. وبعد اللي حضرتك عملته انا لازم اطلع السلاح فعلا. اصبر عليا. اقل قضيه ممكن تترفع قضيه ايه؟ قضايا ايه؟ في ايه؟ الباشا جه قبل الحفله بثلاث 4 ايام، شد تعاطف كل المصريين وكل العرب تما، وعمل فيديو، نزل فيديو تاريخي. فيديو قال فيه حاجات كتير جدا جدا جدا. قال لازم امريكا تسمع صوتنا وهنوصل صوتنا كلنا اتحزقنا وكلنا قلنا رمضان هيرفع علم فلسطين هناك في امريكا وهيقلب الدنيا. كلنا تعاطفنا معاه وكلنا اتشوقنا نشوف الحفله اللي للاسف الشديد جت بالعار على كل المصريين وكل العرب. الراقصة التي تسببت في نص توبة شباب مصر، الراقصة زكية بيبي. يا بلدي يا أعلى من السما. يا على الحنان ده كله. هي بلدك فعلا اعلى من السما وهتفضل اعلى من السما، بيك من غيرك، بحفلتك من غير حفلتك، بصوتك من غير صوتك، بمحمد رمضان ومن غيره، باحمد سعد ومن غيره، اي حد تافه من غيره، هتفضل قد السما وكل السما. لا انتوا تشرفونا ولا افعالكم تشرفنا. ودي فرصة حلوة ليا والجمهور العربي نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد ايه. معلش النبي وسطنا سايب قد ايه. يمكن تكون آخر حفلة ليا في أمريكا، يمكن ما
ادخلش امريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدا. في اللحظة دي كلنا اتعشمنا وكلنا فرحنا وكلنا قلنا خلاص محمد رمضان اللي زعق فينا وقال طلع السلاح وروح حارب، طلع السلاح وروح حارب، وطلع اللي مش عارف المدافع وروح حارب. الراجل اللي حزق حزقه جامده زمان هيكررها تاني وهيحزق، بس فين؟ في امريكا، وهيقول عن اخواتنا، هيرفع علم، هيعمل اي موقف عشان الراجل بيقول ممكن ما ادخلش امريكا تاني والكلام ده كله. فاكيد هيعمل حاجه لاخواتنا وهيوصل فعلا صوتنا للناس دول الكلام ده كلنا اتعشمنا، كلنا قلنا اللي هيدافع عن حق الاطفال والدم والسيل والعروبه والليله والطين، للاسف الشديد طلع ولبس فستان. رسالة وهنوصلها بالفن وبالموسيقى وبالانترتينمنت زي ما هم علمونا. الاستهزاء بعقول المصريين جريمة، الضحك على عقول الناس جريمة، الكذب والضلال والتضليل والشو جريمة، التهاون واللعب بحق أطفالنا في غزة مصيبة، ضد الإنسانية وضد الفن وضد الغنى وضد المزيكا وضد الرقص وضد قمصان النوم وضد كل شيء في الدنيا. اللعب بمشاعرنا تجاه اخواتنا مصيبة لا يمكن نسامح اي حد خلق ربنا عليها. اللي محمد رمضان ده عمله للأسف الشديد يعد كارثة بكل المقاييس، ولا يصح ولا يليق، لا عقل ولا دين ولا منطق بيقول لنا ان احنا نلبس بمثل هذه المناظر في مثل هذه الدول، ان احنا نسرق وجع اخواتنا ونشد تعاطف الناس بيه ونشد الجماهير عشان تسمعنا بدم اخواتنا في فلسطين. محمد رمضان مش بس لبس قميص نوم او قميص ترتر او قميص بتاع غوازي او سيبك من كل لبس وكل الاغاني وكل الحفله وكل العك وكل الزفت. المصيبه والكارثه في الفيديو اللي قبل الحفله اللي هو بيقول صوتنا هيوصل، صوتنا ده يعني احنا كعرب صوتنا هيوصل، مش احنا مش عاوزين حضرتك تبقى مغني في امريكا مشهور وتفرحنا ان انت مغني في امريكا والكلام ده كله. احنا اصلا ان انت تروح وتغني وتعمل في وسط اوجاع الناس والاطفال اللي بتطير في السماء والدنيا والدين والقصه دي بحالها ده انعدام ضمير وانعدام دم، وانت بتفكر بس في نفسك وفي شهرتك وفي فلوسك وكنوزك وعربياتك وناسك وسايب كل شيء. فانت فكر انت براحتك، ولكن ما تاخدش الناس دي سبب لضم تعاطف الناس وان انت تخطف الانظار اليه، تخطف الانظار لحفلتك، تخطف الناس لحفلتك وتستنى وتسمع تشوف محمد رمضان هيقدم ايه لاخواتنا. للاسف الشديد ناس كتير كانت قلوبها متعلقه ان انت تقدم لهم حاجه مفيده. للاسف الشديد منظرك وطلوعك بمثل هذه المناظر وبأبشع المناظر وبالزفت والغم اللي انت طلعت بيه للأسف خذل كل المصريين. ومنظرك ان انت ما جبت سيرة اخواتنا في امريكا خذل كل اطفال غزة. أنا طفل وأحلامي الله يا الله عز بنا الأعداء ناديت يا الله. اللي بتحبك قوي وانتوا قصة حب، يعني انتوا متجوزين عن حب. واحكي لي عن رحلتها معاك ووقفتها معاك. احكي لك انا يا استاذه عشان ابراهيم اتوفى. الزوجة اللي تكون جنب جوزها في ظروف زي دي وتكمل وتعافر معاه ضد لعنة مرض زي ده، دي ست عظيمة. انا لو فضلت اتكلم من هنا للسنة الجاية مش هدي لها حقها طبعا. طب إيه؟ انت بتعيط صعبان عليك نفسك ليه؟ احنا عايزين نسمعك. انت محتاج ايه يا ابراهيم؟ مذيعة بتسأله بكل تلقائية انت محتاج ايه يا ابراهيم؟
للأسف الشديد الرد بتاعه تقيل شوية، الرد بتاعه صعب شوية، الرد بتاعه مفيش حد بإيده ينفذوله غير ربنا سبحانه وتعالى، وللأسف الشديد كان عمره كده، كان قدره كده. شوفوا الرد. ايه اللي انت عايزه؟ عايز اعيش. ان شاء الله هتعيش. الفيديو ده مش عشان حاجة والله، الفيديو ده بس عشان أذكر حضراتكم وأذكر نفسي بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها، اللي هي نعمة الصحة. نعمة الصحة ونعمة إن أنت ممكن تعيش سنة واثنين وثلاثة وعشرة. نعمة الصحة ونعمة إن أنت مفيش حاجة بتطاردك، مش كل يوم تنام وتصحى على حاجة بتطاردك وبتاكل فيك وبتأذي فيك وأنت شايفها وعارفها، مفيش في إيدك حاجة عشان خاطر توقفها. ده أهم فيديو هصوره في حياتي، وهيكون موجه لكيان بنت حبيبتي. اللي ما يعرفنيش، انا ابراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق. ابراهيم اب زيك وزيي وزي الدنيا كلها. ابراهيم اب كان بيحلم ان هو يجهز بنته ويوديها البيت جوزها، وبيحلم بكل الاحلام اللي احنا بنحلم بيها. للاسف الشديد ابراهيم مش هينفذ حلم. ابراهيم للاسف اتوفى ومش هيقدر ان هو يودي بنته لبيت زوجها. لو انت عندك بنت او انت احلامك لسه قدامك ممكن تحققها، شوف الفرق، شوف ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بايه وابتلى غيرك بايه. ابراهيم رحمه الله عليه شاء رب العالمين كل مصر وكل اللي حواليه وكل اهله هيودوا بنته زي ما كان هو هيوديها واحسن. افرح بيها واجوزها ان شاء الله. الفيديو ده هيفضل موجود على صفحتي لحد ما هي تكبر وتشوفه، سواء انا كنت معاها او ما بقتش معاها، بس بحارب، بستحمل وجع، بستحمل حاجات كتير من الكيماوي ووجع، بس الحمد لله واثق في ربنا ان هو زي ما ابتلاني ان شاء الله يقومني منه. بيبقى امتحان من ربنا سبحانه وتعالى للناس، مش الناس اللي مرضت بالمرض او الناس اللي ربنا ابتلاها بالمرض، بالعكس بيبقى امتحان للناس التانية اللي حواليهم. امتحان ربنا بحطك فيه، بحطه قدامك شاب للأسف الشديد ربنا ابتلاه بالمرض اللي هو ممكن يعيش أو ممكن يموت، ويشوفك هتقرب له، هتعطف عليه، هتوده أو للأسف الشديد إبراهيم قبل وفاته كان فقط اللي موجود جنبه من الناس اللي هم كان وقت الشهرة ووقت الدلع ووقت المرح زوجته. للأسف الشديد إبراهيم كل الناس سابوه، حتى النادي اللي هو كان فيه للأسف الشديد ولا عالجه ولا سأل فيه، حتى معظم الناس وأقرب الناس ليه سابوه. للأسف الناس دي هتفضل في عيون نفسهم ناس قد كده. إن شاء الله يا كيان إن شاء الله قولي رأي يا رب هو يخف ويجهزني ويجيب لك العزال بتاعك واجوزك وافضل جنبك لحد ما اوصلك بيتك. خلاص؟ هاتي بوسه لبابا وقولي يا رب يشفيك. شاب مصري بسيط، كل الدعم لزوجة وبنت وكل حد من ريحة إبراهيم شيكا. إبراهيم مثال للجدع المحارب والشاب المحارب اللي حارب مرض ألعن مرض في الدنيا. إبراهيم نموذج ممكن أي حد في الدنيا يتعرض لنفس اللي تعرض له بالظبط. إبراهيم استحمل كتير وعانى مع المرض كتير وحارب كتير، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إبراهيم للأسف الشديد قصة وعبرة للجميع. كل الناس اللي حواليك استنقاهم ونظفهم واستنقى منهم الناس الجدعة اللي هتكون جنبك في أي محنة أي مكان. قصة إبراهيم قصة كفاح مع مرض للأسف الشديد محدش قادر عليه ومحدش بيقدر عليه. قصة إبراهيم مع زوجة أصيلة وبنت صغيرة. قصة إبراهيم للأسف الشديد بتدينا عبر كتير، وفي 100,000 إبراهيم في حياتنا، يا ريت كلنا نراعيهم وناخد بالنا منهم قبل ما يفوت الأوان. في ظل المهازل اللي بتحصل على التيك توك من البنات وبتحصل على السوشيال ميديا بالاخص، افتكرت قصه كده وحكايه لبنت زمان اتباعت في سوق العبيد عادي، يعني اتباعت جاريه لاحد الملوك.
فالملك ده شاف البنت، لقى البنت جميلة جدا جدا جدا، فقال خلاص دي لازم اللي هو يعمل معاها علاقة بحيث ان هو يفسدها او يخليها مدام. فجي يقرب للبنت، فالبنت قالت له انا امتلك حرفة او انا شغالة شغلانة ما ينفعش حد يشتغلها وهو مدام، لازم تكون عذراء بحيث ان انا اقدر اشتغل الشغلانة دي ومحدش يقدر يشتغلها غيري. فقال لها ايه هي الشغلانة اللي انت بتقول عليها دي؟ فقالت له انا بدهن دهان، انا معايا دهان على الجلد بتاع الجسم وكده، الدهان ده لو منطقة اتدهنت بيه اي سيف ما بيخترقش المنطقة اللي عليها الدهان. فقال لها ازاي؟ طبعا الملك قلق من كلامها وخد حذره، فقال لها ازاي الدهان ده السيف ما بيخترقش؟ قالت له تعالى نجرب، تعالى هدهن رقبتك بالدهان وهمسك السيف واطعنك في رقبتك وشوف السيف هيخترق رقبتك ولا الدهان هيمنع السيف. فالملك طبعا خاف وقال لها لا، بقول لك ايه، انت دهني رقبتك وانا هطعنك بالسيف واشوف السيف هيخترق الدهان ولا لا. فالبنت وافقت بسرعة جدا 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 ودهنت فعلا رقبتها، والملك مسك السيف وضرب على رقبتها عشان الدهان يحوش. للأسف الشديد الدهان طلع خدعة من البنت بحيث ان هي تفلت او اما تعيش بشرفها او تموت بشرفها. البنت اختارت الموت عشان خاطر ما تفرطش في عرضها وشرفها. للأسف الشديد بنلاقي بنات كتير وستات كتير النهارده بيستسهلوا ان هم يعرضوا نفسهم ويعرضوا جسمهم ويعرضوا بيوتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. صاحبك اللي تحتاجه في وقت الشدة وما تلاقوش ده سيبه، عشان كده هو هيسيبك. كان في زمان واحد قال لاخوه الصغير احنا دابحين عجل كبير فاطلع بره اعزم البلد كلها عشان تيجي تاكل. فالطفل الصغير ده او الشاب الصغير ده طلع وقف على الباب وقال الحقونا بيتنا فيه حريقه. طبعا في دخان طالع مكان ما كانوا بيشوا العجل والكلام ده كله. ففي ناس كتير طنشت وما راحتش وعملت نفسها كأنها ما سمعتش شيء. الناس اللي جريت وراحت عشان تساعد بمجرد ما دخلوا البيت لقوا الوليمة ولقوا العجل موجود ولقوا ان دي اكلة جميلة هياكلوها. فجاء اخوه سأله بيقول له ازاي دول ناس انا معرفهمش، ايه اللي جابهم؟ انت ليه ما دعيتش حبايبنا وما دعيتش اصدقائنا والكلام ده كله؟ قال لي انا قلت في حريقة فالناس دي اللي جات عشان تساعدك هم احق بالاكل من الناس ايا ما كان درجة القرابة ايه او درجة الصحوبية ايه. فاللي ما يشيلكش ما تعبروش.